السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد داعية سعودي يا جماعة بيتكلم عن الجزائر وعن الجزائريين بكلام قوي جدا يا جماعة. الجزائر لها تاريخ كبير جدا في الوطن العربي يا جماعة. الجزائر اللي بتعتبر طبعا فيها أعظم ثورة في التاريخ، الثورة اللي علمت العالم كله يعني النضال والكفاح، ويعني ايه حب الوطن، ويعني ايه مهما يطول العمر ومهما يطول الزمن انك تعرف في الاخر انك لازم هتفوز وتنتصر. اللي قدرت طبعا تنتصر على الفرنسيين بعد احتلال دام اكتر من 132 سنة، فعلمت في طول ال 132 سنة وهم طبعا في معارك وحروب، وهم طبعا يا جماعة في نضال من اجل طبعا تحقيق الاستقلال. وطبعا راح ضحية الكلام ده كله اكتر من مليون ونص مليون شهيد. ده طبعا يا جماعه في خلال الثوره بس، فما بالك بقى في طول ال 132 سنه ايه اللي كان بيحصل كمان. فالجزائريين تعبوا من اجل طبعا استقرار بلادهم. عشان كده الثوره الجزائريه والجزائريين طبعا يعني بتدرس يا جماعه، بتدرس العالم كله بيتعلم منهم العزيمه والاصرار والتحدي من بطولاتهم وامجادهم طبعا في استقلال بلدهم، البلد العظيم، البلد القوي اللي رجعت دلوقتي واحدة من أقوى الدول العربية بعد الاحتلال وبعد الكسرة وبعد اللي حصل. الجزائر دلوقتي واحدة من أقوى الدول العربية. أنت بتتكلم في قارة، في قارة كبيرة جدا، جنة الله على الأرض. فدايما الكل اللي بينزلها بيطلع يحكي ويتحكى بها ويفتخر إن عنده دولة زي الجزائر يا جماعة، بيتكلم عليها وبيتكلم على شعب زي الجزائر، بيتكلم عليهم اللي عندهم طبعا يعني بص كده يعني تراث كبير جدا من التراث الإسلامي العربي العظيم اللي الكل دايما بيتغنى بيه. لكن في الفيديو بتاعنا النهارده تعالوا بينا مع بعض بقى نخش نشوف شيخ سعودي بيتكلم كلام مهم جدا عن الجزائر، ونرجع تاني يلا بينا. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، حدثنا الزمان، بل عشنا حديث الزمان في زيارات في الدول في العالم. ويسر الله زيارة ما يقارب 40 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا وأوروبا. فالسفر كما قال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض، متعة ورحلة وتجربة وحياة واستنتاج واكتشاف واطلاع وتفكر في خلق المنعم سبحانه. أنا أحدث يعني طبعا كل حلقة أختار أن يكون في الدولة. من آخر ما زرت دولة الجزائر، كما يقول ابن باديس عبد الحميد العالم الرباني الكبير الإمام: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. ومن زمان كنت أحدث نفسي عن زيارة الجزائر، فأتت دعوة رسمية وذهبت أنا ومشايخ الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني والدكتور عبد الرحمن القحطاني. والحقيقة أن وجدنا في الجزائر يعني ما لذ وطاب من المواقف والاحترام والتقدير والحضور. هذا ليس مبالغ، هذا موجود يعني مسجل ومصور، ليس لشخصي، لكنه لأن نحن الدعوة الإسلامية هي المحترمة الأولى والمقدرة الكلمة الإسلامية عند الشعوب، بغض النظر عن بعض الطوائف أو بعض الاقتناعات التي توجد من ليبرالية وعلمانية. لكن السائد الأقوى هو الخطاب الإسلامي بلا شك، خاصة إذا كان في حكمة وفي يسر وفي سهولة. الجزائر هذا دولة مجاهدة، دولة محتسبة، دولة صابرة. الجزائريون صنعوا من أعظم الثورات في العالم. يوم قاتلوا المحتل الفرنسي سجلوا بدمائهم ملحمة بطولية قل أن توجد في التاريخ، ولذلك تجد الجزائريين فيهم من الرجولة والشراسة والقوة، وتجد تشعر بشمم عزة الإسلام، حتى أنه تجد المبدأ العظيم الذي عند الجزائر هو مبدأ الإسلام والقدرة. فوصلنا إلى هناك. على كل حال في مشاهد أنا أذكرها. أولا ليس مبالغة، لا كنا في إندونيسيا أيضا الجزائر ترى من أجمل البلدان، حتى ديغول يرى أن يقول أضحي بفرنسا ولا أضحي بالجزائر. الجزائر البحر والتل والحديقة ومزارع القمح والأنهار والصحراء، وعندهم ثروة حيوانية. الجزائر هذا بلد سياحي أول، لكن النظام الاشتراكي اللي في عهد هواري بومدين أغلق البلد. الآن بدأ الجزائر ينفتح على العالم، بدأت السياحة تتجه للجزائر. الجزائر تجد عندهم من المعالم يعني في الطبيعة وتنوعها شيء مذهل. فمنها نقطة مسألة الطبيعة في الجزائر أخاذة جذابة. مشينا برا من عنابة إلى غوتمالا. غوتمالا هذه ولاية الرئيس هواري بومدين،
وعنابة آية في الجمال، هي على البحر تأخذ بالألباب، سكننا في فندق البحر يضرب الأمواج تضرب في طرف في الجدار، جدار الأوتيل الفندق اللي ساكنين فيه، تصعد إلى الجبال. أخذونا في استراحة في مزرعة عالية، والجبل كله مشتبك بالأشجار وبالخضرة وبما لذ وطاب. لما ذهبنا مثلا من عنابة إلى قتمالة، مزارع القمح أمامك مد البصر، كل مزارع القمح، حتى القمح عندهم بالمناسبة يقول البابا في الفاتيكان، أي مدري بابا هذا واللي قبله، لا يأكل إلا من قمح قتمالة، هذا قمح متميز، القمح الجزائري. أيضا التيس الجزائري والكبس الجزائري، هذا ليس نكتة بل هذا صحيح. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش ادعموني بلايك في الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، قولوا لي ايه رايكم يا جماعه في الكلام الطيب والكلام الجميل اللي احنا بنسمعه مع بعض ده من الشيخ السعودي اللي بيتكلم عن الجزائر. اجمل كلام واحلى كلام زي ما احنا سامعين كده. هي دي الجزائر يا جماعه، وهم دول الجزائريين اللي بصراحه دايما بيبهروا العالم طبعا بتاريخهم ببطولاتهم بامجادهم. واجمل حاجه ان في الجزائر ان الشعب ده يا جماعه يعني شعب مش بتاع نفسه بس، يعني مش دولة كده تقول لك يلا نفسه وخلاص، لا، ده دولة دايما يا جماعة على قد ما هي عانت من مرارة الاحتلال والظلم، دايما دولة بتقدم ايديها لكل دولة بصراحة وقعت في ظلم زيها. فعشان كده دايما بنشوفها بتساعد فلسطين، عشان كده دايما كنا بنشوفها بتساعد السوريين، بنشوفها بتساعد اللبنانيين، بتشوفها بتساعد طبعا اليمنيين، بتشوفها بتساعد مصر، وقدمت لمصر مساعدات كبيرة جدا في حرب اكتوبر، مع العلم ان هي كانت لسه خارجة من ثورة يا جماعة، لكن قدمت مصر مساعدات كبيرة جدا. فدولة عمرها ما قالت يلا نفسي يلا نفسي. بيجي في شهر رمضان بنشوف المساعدات الإنسانية الجزائرية بتتوزع على كل الدول العربية يا جماعة، طبعا زي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو هم عندهم مشاكل لكن لا، بيجوا على نفسهم عشان يسعدوا الخير وعشان يقدموا المساعدات للغير يا جماعة. زي ما بنشوف مساعدات لفلسطين ومساعدات للسوريين ومساعدات لليمنيين في كل حتة. طبعا يا جماعة الجزائريين طبعا شعب له مواقف عظيمة جدا بينضرب بها المثل من الأخلاق العالية، من طبعا يا جماعة من الرجولة، من الشهامة، من الجدعنة يا جماعة. بصراحة دولة عظيمة جدا، وزي ما احنا بنشوف كده الكل بيطلع بيفتخر ان هو بيتكلم على دولة عظيمة صاحبة تاريخ كبير وتاريخ قوي وتاريخ مشرف زي دولة الجزائر. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. لأن عندهم الأغنام ترعى المرعى، يعني عندهم آتاهم الله الطبيعة، لا يعرفون مثل عندنا، لا يقدمون لحب ترعى لكثرة المراعي عندهم، فتجد اللحم عندهم متميز والمرق متميز. الكرم الجزائري يتابعنا، لما كنا ننتقل كانوا يعني يرحبون بنا، عندهم شوي اللحم، يأتون بالذبيحة كاملة مشوية يقدمونها لك مع طبعا الشاي الجزائري وما عندهم. في المشاهد العاطفة الدينية الجزائرية القوية، فتجد ليس عندهم خيار إلا خيار الإسلام، صدقوني، وهذه كلها موثقة. ألقينا محاضرات في الجزائر العاصمة وفي عنابة وفي قتمالة وفي قسنطينة وفي غيرها، المساجد ممتلئة حتى الناس يقفون خارج. في محاضرات خاصة بالنساء، تأتي المرأة الجزائرية الصابرة المحتسبة التي إما عندها أخ شهيد ولا عم شهيد ولا ابن شهيد، هم بلد المليون شهيد، هم بلد الدم الأحمر. هم ما أخرجوا ترى المحتل الفرنسي بشكوى على مجلس الأمن، لا، حتى يقول شاعرهم يا فرنسا قد مضى هذا النشيد الوطني عند الجزائر، وبشركم عزف النشيد الوطني في المحاضرة وقام الجزائريون كلهم فقمنا، ما عاد فيه. حتى يقول بعض الإخوة والمشايخ عندنا كيف نقوم، وش نسوي يعني؟ قام كل الجزائريين، قام رجال ونساء في المدرجات. عندهم جامعة منتوري، جامعة الأمير عبد القادر، فإحداها جامعة الأمير عبد القادر عزف السلام الجزائري الوطني، وهو من أحسن الكلمات قسما، يعني بالنازلات القاصفات والبنود اللامعات المشرقات في الجبال النائفات، أظن كذا. هذا الشاعر الذي قال هذا القصيدة قتل أو مات في الزنزانة، جزائري، يوم الثورة على فرنسا، يوم حرب الاستقلال. من ضمن الكلمات القوية يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، يقول انتهى العتاب والمراسلات، جاك البارود الآن والنار. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، فاستعدي وخذي منا الجواب. يا فرنسا كلام،
هذه العبقرية، وش هذا الإمتاع الأدبي الذائق، وما هي الحرارة والوقود والقنابل هذه. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. يقول خلاص سامحينا، ما عاد في كلام، ولا عدنا بنطول في الحديث، ولا عاد في مراجعات، ولا في وفود دبلوماسية، وخلاص انتهى مسألة اجتماع مغلق واجتماع مفتوح أبد أبد. جاك الآن شيء من الله سبحانه وتعالى، جاء الموت الأحمر الآن، الموت الأحمر والقتال. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، رمينا خلاص، ما في عتاب، ما في مراسلات، تات البرقيات ما عاد فيه. الوفود تتوقف، الوفود الآن وفود الكتائب. وطويناه كما يطوى الكتاب فاستعدي وخذي منا الجواب. جواب آخر، ترى ما هو بجواب برقيات ولا خطاب ولا مراسلات، جواب الموت، الرصاص، النار، البارود. يا فرنسا قد دنا وقت الحساب، والله نقتص منك حساب وحاسب. والله فرنسا والله لقنوها درس لا تنسى في التاريخ، أوقفوها عند حدها، دكوها دكا، قتلوه. كان الجزائري ترى يلغم نفسه بالقنابل. هذا حرب كرامة، هذا حرب بطولة، هذا حرب استبسال. أنا أحيي الجزائريين، هذه حرب يعني ترفع الرأس، هذا تشرف التاريخ. هذا ما هي عمل إرهابي ولا تدميري، هذا ليس إفساد في الأرض. زي ما احنا سامعين مع بعض الفيديو يا جماعة، الجزائر جنة الله على الأرض. اللي ما يعرفش الجزائر كتير جدا يفكر ان هي عبارة عن صحراء، كتير جدا يفكر ان هي عبارة عن طبعا يا جماعة جبال، كل يفكر طبعا ان هي عبارة عن أرض رملية، الكلام ده كله. لكن الكلام ده كله يا جماعة خاطئين، لأن بصراحة يعني الجزائر أولا مش فاتحة لنفسها السياحة، يعني هي قافلة على نفسها السياحة، وصعب التأشيرة بتاعتها انك تروح، يعني هي اساسا ما بتروجش للسياحة. فلو هي طبعا دولة فاتحة السياحة وبتروج للسياحة في اعلانات بقى، واعلانات ممولة، وبتعرف العالم كله بالاماكن الجميلة اللي فيها، بصراحة انت هتتغير فكرتك عن الجزائر. ولو انت بقى ما تعرفش الكلام ده، احب اقول لك خش شوف ودور وابحث عن الجزائر، اتفرج كده عن افضل الاماكن اللي موجوده في الجزائر. طبعا في بجايه، في وهران، في سطيف، في قسنطينه، في طبعا يا جماعه في اضرار، في كل حته في الجزائر بصراحه تسحرك، جنه الله على الارض بمعنى الكلمه. اجمل غابات بقى، اجمل شلالات، اجمل طبعا شواطئ، التلوج اللي بتنزل في فصل الصيف. دولة فيها كل المناخ موجود في توقيت واحد، تلاقي في صيف، تلاقي في تلج، تلاقي في برد، تلاقي في شتاء. دولة مختلفة المناخ، انت بتتكلم في قارة، بتتكلم على اكبر دولة موجودة في افريقيا وفي الوطن العربي يا جماعة. فبصراحة بسم الله ما شاء الله دولة الجزائر جميلة جدا. واللي يفكر ان هي صحراء قاحلة والكلام ده كله، اقول له انت غلطان. خش دور وابحث وشوف الجمال الحقيقي للجزائر، وانت تتوهم بصراحة، تتوهم من الجمال ده بصراحة. بسم الله ما شاء الله. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. حرب شهادة، حرب استقلال، حرب كرامة. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. فالجزائريين يحققوا للشاعر العربي لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ردوه رب صواهل وقيان. وإذا دعا الداعي اليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. جزائريين شدوا شعاع الشمس بالفرسان. الجزائريين خرجوا في أيام كل مستبسل، الفلاح الجزائري، المزارع الجزائري، الكاتب الجزائري، الجندي الجزائري، الصحفي الجزائري، العالم الجزائري، كلهم هبوا إلى السلاح، وكلهم جاهدوا، كلهم قاتلوا. ما في بيت في الجزائر إلا مقتول، وإلا جريح، وإلا سجين. قاموا بثورة عالمية ضد دولة طاغية باغية، فرنسا، دولة كبرى، دولة تحتل تسير البوارج والسفن، ومع ذلك قدموا الدم الجزائري. فسحقوا فرنسا سحقا لا يوجد في التاريخ مثل، ذبحوا فرنسا ذبحا هائل وهم قدموا شهداء. أصل ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. الثمن المجد ما هو أوراق ولا مؤتمرات ولا بوس روس ولا بوس خشوم. الثمن المجد بارود ونار ودم وروح وقتل وشهادة. ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. دفعوا، حاربوا عن أرضهم، معتقدهم، عن بلدهم، عن رسالتهم، عن مبادئهم. ولذلك سجلوا أكبر ثورة في التاريخ المعاصر، ثورة الجزائريين، يوم خرجوا ضد المحتل والمستعمر والمبتز. ولذلك الحقوق التي تضيع لا ترد إلا بالقوة، ما ترد
مجلس الأمن، تشتكي على مجلس الأمن. قلت في الرسول صلى الله عليه وسلم: عقود نصرك في بدر وفي أحد ونصرنا فيك لا في هيئة الأمم. هم أصلا هم الجلاد، تجعله حاكما، تجعله منصفا، تشتكي عليه. هو بمجلس الأمن وقرارة الأمن احتلت إسرائيل فلسطين، وصدرت ضد إسرائيل قرارات إدانة، لم يطبق شيء، لأن الدول الخمس الدائمة العضوية الخمس، الفيتو والنقض، كلها مع إسرائيل. الجزائري ما ذهبوا لمجلس الأمن. تذهب تشكو على حقوق من؟ على محكمة العدل الدولية تشكو عليها تحرير أرضك؟ تشكو على مجلس الأمن تستأذن في تحرير أرضك؟ لا، في تحرير أرضك خذ السلاح، خذ البارود، اخرج بالرصاص، اخرج بالديناميت، لأن هذا هو تحرير الوطن. الدفاع عن الوطن من الإيمان، الدفاع عن الوطن رسالة، الدفاع عن الوطن عقيدة، الدفاع عن الوطن شرف، مثل ما فعل السوريون. وسوف يكون لنا حديث مع سوريا حتى يقول لهم شوقي يمجد السوريين ويمدحهم: دم الثوار تعرفه فرنسا وتعرف أنه صدق وحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. الحرية الحمراء ما تشرى، ما تطلب بالاستجداء، ما تطلب بالشكوى على مجلس الأمن. الحرية الحمراء بالدم، بالرصاص، بالبارود، بالسيف، أن تقاتل عن مبدأك وعن دينك. كل دول الأرض ترى تحرت بالقوة، ما هي بالاستجداء. كمبوديا، فيتنام طلبت من الأمريكان، ما أسس روسيا الأمريكان، لا، فيتنام حطت ديناميت واغتيال وكمين ورصد وبارود ورصاص وزيت مغلي، وحرقوا الأمريكان حتى حرروا أرضهم. كل شعوب العالم تحرر بالقوة. ولذلك فرق بين التدمير والإرهاب والإفساد في الأرض، وبين الجهاد الشريف، وبين القتل الشريف، وبين الدفاع الشريف. ولذلك في الإسلام الجهاد في سبيل الله لا يلغى. الآن بعض الكتاب يقول لا، وما في جهاد وما في قتال وما في. كيف ما في قتال؟ الإسلام من شرف أنك تقتل في سبيل الله شهيد عن دينك، عن مبدأ، عن كرامتك، عن وطنك. ولذلك سوف يكون لنا نحن وقفة مع الجزائريين هنا، وسوف يكون لنا وقفة مع المصريين أيضا الذين دفعوا دماءهم وخططوا. اجمل حاجه في الجزائر يا جماعه بصراحه بتعجبني مواقف الجزائر الطيبه. الجزائري بصراحه لما بتقابله في الغربه، بتقابله في مشكله، بتقابله في محنه، بتلاقي الجزائري بصراحه له مواقف عظيمه جدا معاك. بتلاقي الجزائري بصراحه بيدعمك ويقف جنب منك. وشفنا مواقف كتيره جدا للجزائر طبعا، او الجزائريين مع اخواتنا في الدول العربيه. اي واحد بيتعرض لمشكله بتلاقي الجزائري قد ايه بيقف جنب منه ويدعمه، سواء طبعا جوه الجزائر او سواء طبعا في خارج الجزائر. يعني انت لو مسافر فرنسا وحصل مشكله، فانت بصراحه على طول اعرف ان الجزائري ده يعني مش هيسيبك، وقابلت واحد جزائري مش هيسيبك، لان في حكايات كتيره جدا. وابرزهم طبعا حكايه جميله جدا الواحد سمعها عن جزائري تعب وحصل له مشكله فدخل المستشفى، وطبعا معهوش مال يا جماعه، يعني مش معاه مال يدفع حق المستشفى. فبصراحه هنا مش عارف يعمل ايه، فكلم الدكتور وقال له الدكتور، كان الدكتور يعني مش عارف، كان الدكتور من جنسيه عربيه، فقال له إيه لو مشيت اطلع في الشارع وشوف اي حد جزائري ماشي في الشارع وقول له اخوك الجزائري في مشكله وفي محنه وتعبان ومعهوش فلوس. على طول بصراحه الجزائريين لما سمعوا الخبر ده والكلام ده على طول راحوا دفعوا حق المستشفى، وهم ما يعرفوش. يعني هو جزائري زيهم بس ما يعرفوش، ولا صاحبهم ولا صديقهم ولا اي حاجه. وحتى كمان لو هو مش جزائري، يعني لو هو من جنسيه عربيه تانية، برضه مش هيسيبوه. دفعوا له حق المستشفى وسابوا له فلوس طبعا يصرف منها لحد ما يطلع من الازمه اللي فيها والمشكله اللي فيها. كان الدكتور العربي اللي شاف الموقف ده بعينه بصراحه اتجنن من الشهامه والكرم. في اي دوله تانية كل واحد بيقول لك يلا نفسي، ما اعرفش حد، كل واحد بيخاف على القرش اللي جابه. انما في الجزائر ما فيش الكلام ده كده يا جماعه، ما فيش الكلام ده. الجزائريين مواقفهم جميله جدا. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. هجيب لكم الفيديو ده يا جماعه تسمعوه بنفسكم، يعني ان شاء الله باذن الله هجيب لكم الفيديو الموقف ده وهو بيتحكي، اسمعوه بنفسكم عشان تعرفوا طبعا الشهامه الجزائريه عامله ازاي. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. خط بارليف لي معهم موقف ومع اليمنيين، لكن انا اتحدث الان عن زيارتي للجزائر. فقضيه الثوره الجزائريه الصحيح انها ثوره استقلال. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ادعموني بلايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.